السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا بيكم. إن شاء الله معانا النهاردة حلقة جديدة من قناتكم قناة المزرعة، وحلقة مهمة. هنتكلم النهاردة عن حاجة بسيطة وحاجة رخيصة. حضرتك الحاجة ديت لازم تحطها على العلف. إن شاء الله معانا النهاردة فيديو هنتكلم فيه عن ملح الطعام، فايدة ملح الطعام على العلف، الكمية احط قد ايه، وايه الفرق ما بين ملح الطعام وايه الفرق ما بين الاملاح المعدنية، ولو حطيت ملح طعام على العلفة ايه اللي هيحصل، ولو ما حطيتش ملح طعام معايا على العلفة ايه اللي هيحصل برضه. في الاول كده خلينا نعرف ايه هو ملح الطعام. ملح الطعام هو كلوريد الصوديوم. طيب ملح الطعام انا هضيفه للعجل ازاي؟ طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين ده ملح، او ده كيس ملح الطعام اللي هو العادي بتاعنا اللي احنا بناكله وبنحطه على الاكل، اللي هو كلوريد الصوديوم. من اسمه كده كلوريد الصوديوم نعرف اللي هو موجود فيه عنصرين اتنين، اللي هو الكلور والصوديوم. طيب انا لما اضيف ملح الطعام على العلفة بتاعتي ايه اللي هيحصل للعجل؟ العجل الشهية بتاعته هتزيد، العجل جسمه هيلمع معايا، الملح هيخلي العجل يشرب معايا ميه كتير. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة مصدر الميه متوفر اهو، العجول زي ما انتم شايفينها تشرب وتاكل. طيب ملح الطعام ده انا بضيفه ازاي، او انا بضيفه على ايه؟ ملح الطعام ده انا ممكن اضيفه على العلف ذات نفسه. طيب في طريقة تانية ممكن اضيفه بيها، طبعا ممكن تضيفه على السلاج وانت بتقلب المكمورة كده تحط عليها الملح بتاعك. فجسم الحيوان طبعا زي جسم الانسان بالظبط، ما يقدرش يستغنى عن الملح. ليه؟ لان الملح ده اللي بيعمل توازن ما بين المية في جسم الحيوان وما بين الاكل، فهو بيساعد معايا اللي الكرش بيتنشط والكرش بيعمل. طيب جينا للسؤال اللي الناس كلها تسأله والناس كلها بتقول الكمية باختصار وبحاجة بسيطة حضرتك من نص في المية لواحد في المية. يعني حضرتك لو بتعمل طن علف حط عليه من 5 كيلو، اقصى حاجة 10 كيلو، يعني اقل حاجة 5 كيلو واكتر حاجة 10 كيلو. طيب في سؤال ممكن حد يسأله برضه تاني، يقول لي مثلا لو انا بعمل 100 كيلو او انا بعمل 200 كيلو. لو انت بتعمل 100 كيلو حاجة بسيطة خالص، هتحط لهم يا اما تحط لهم نص كيلو يا اما تحط لهم بالكتير خالص كيلو. طيب يا جماعة ايه الفرق ما بين الملح والفرق ما بين الاملاح المعدنيه عشان برضو نبقى فاهمين ونبقى عارفين؟ طبعا الملح ده قلنا من اسمه اللي هو كلوريد الصوديوم، اللي هو فيه كلور وفيه صوديوم. طيب الاملاح المعدنيه اللي هي برضو موجوده معانا اللي هي بتبقى ايه؟ اللي هي بتبقى في البلوكات. ده قالب ملح معدن اهو، ده قالب بيتشري حوالي 10 جنيه او 20 جنيه، بيتحط طبعا قدام الحيوان في الطوالة. هل ده يغنيني عن ده او ده يغنيني عن ده؟ طبعا ده حاجة وده حاجة. الاملاح المعدنية اللي هي البلوكات ديت طبعا عندنا اللي هي الاملاح الكوبالت واملاح الزنك وطبعا المغنيسيوم والسيلينيوم والحاجات دي كلها. فدي عناصر اللي هي الاملاح المعدنية اللي هي بالبرمكسات والخماير وده كله دي بنضيفها على الطين طبعا. ومعانا الملح اللي هو حاجة تانية لوحدها، بس زي الملح ما هو رخيص وزي الملح ما هو هيفيدني وهيخلي جسم الحيوان يفتح معايا ويلمع معايا والحيوان ياكل ويشرب وشهيته تزيد طبعا، ويساعد معايا الكرش اللي هو يهضم الاكل. يعني انا اي اكل هحطه للعجل ان شاء الله لازم احطه للعجل. طيب انا لو ما حطيتش الملح ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا انا لو ما حطيتش للحيوان الملح على العلف او في السلاج او اي وسيله انا قدمتها له، العجل طبعا هيلحس في الطين، هيلحس في التراب، هيلحس في الحيطه، هيلحس هنا هيلحس هنا، وطبعا ده هيسبب لي مشكله كبيره. نقص زي ما الزياده بتاعته زي ما نقصه يسبب لي مشكله، قلته طبعا تسبب لي مشكله. يعني انا لازم احطه باعتدال. ممكن برضو لو انا ما قدمتش الملح للحيوان او للغنم اللبن معايا يقل، الخصوبة معايا تقل، مع انها حاجة بسيطة خالص. يعني انت لو قلت 10 بس 10 ده كيلو اهو، الكيس ب7 جنيه زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو، الكيس ده ب7 جنيه، يعني هو مكتوب عليه السعر. يعني لو 10 كيلو حاطين ب70 جنيه، لو انت حطيت بس 7 كيلو ولا حاجة ب50 جنيه، مش فلوس، وهتفاديك من حاجات ياما ومن حاجات ياما.
ومشاكل كتير. فحضرتك لازم ملح الطعام من اهم الاضافات ومن اهم الحاجات اللي حضرتك تحطها. طيب ديت حاجات حبيت اللي انا اشاركها معاكم واعرفها معاكم. الاملاح المعدنية غير ملح الطعام، ده حاجة وده حاجة. فلو زي ما قلنا الزيادة بتاعته او اللي انت تضيفه لازم اللي هو عشان ما يبقاش معاك مشكلة، كمان طالما انت بتضيفه لازم حضرتك تكون المية موجودة باستمرار، عشان خاطر ممكن يحصل لي جفاف. ممكن العجل ده لو هو في ملح في الاكل ومفيش مية متوفرة قدامه او مصدر مية نضيف باستمرار، انت كده بتعمل مشكلة للعجل ده. وكتر الملح ممكن يسبب معايا اسهال، ممكن يضر معايا الكلى. فحضرتك زي ما تعرف نقصانه بسبب ايه لازم تعرف كتره بسبب ايه. يبقى احنا معانا الملح باختصار، الملح كتره يسبب لي اسهال، يسبب لي مشاكل في الكلى، يسبب لي اللي العجل ممكن لا قدر الله يحصل له اي مشكله. طيب نقص الملح يسبب لي العجل ما يبقاش عنده شهيه، العجل ما يبقاش قادر يمشي، العجل تلاقيه بيلحس في التراب وفي الحيطه، العجل تلاقي الكرش بتاعه مش منتظم، العجل تلاقي جميع الاكل او جميع العلف اللي هو بياكله مش بيستفاد منه باقصى استفاده. طيب الاملاح المعدنيه، قلنا الاملاح المعدنيه ديت فيتامينات اللي هي سيلينيوم، اللي هي مغنيسيوم، اللي هي حديد، اللي هي زنك، اللي هي العناصر دي كلها. دي حاجة ودي حاجة. فده موضوع حبيت اللي انا اشاركه معاكم. لو انت استفدت اي حاجة ما تنساش تشترك في القناة. انا اخوكم اسلام عبد الرؤوف مربي، ودايما بحكي لكم التجربة ودايما بقول لكم التجربة من ارض الواقع. ده ما شاء الله عجل اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا عايز حضرتك يبقى عندك عجول زي ديت واحسن من ديت كمان. كل هدفنا اللي احنا بنتعلم من بعض واللي احنا بنفيد بعض. العجل ده طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، العجل ده ملوش قرون. العجل ده لو حد عارفه خليط ايه يا ريت يكتب لنا في الكومنتات. والعجل ده مش هيعرفه هو خليط ايه غير الناس المعلمه فعلا، الناس اللي بتربي، الناس اللي فاهمه. العجل ده ما شاء الله عمره دلوقتي حوالي 10 شهور. يا ريت يكون واضح في الكاميرا، حبيت اوريهولكوا اهو برضه عشان ايه تبقوا عارفينه. فانت لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وما تنساش تشترك في القناة. والله يصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس يا رب، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.